مع بداية يوم جديد بنحييكم يا حبايبنا، وباسم الخالق البارئ بنبدأ. وعلى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين. الأنوار كانت منورة وبتلمع في كل حتة في البيت، وريحة الفرحة كانت مالية المكان ومخلوطة بريحة الكحك اللي لسه طالع من الفرن. النهاردة كانت الذكرى العاشرة لجواز ليلى وكريم، وليلى كانت حريصة إن كل حاجة تبقى متظبطة بالمسطرة، كأنها صورة متاخدة من مجلة عن البيوت السعيدة. العيال آدم وسارة كانوا بيجروا في الصالة، ودشكم العالي كان عامل زي أحلى مزيكا، والزينة اللي متعلقة على الحيطان كانت بتحكي حكاية سنين عدت. دفى الكريم وعلى وشه ابتسامة مرسومة، وفي إيده علبة قطيفة شيك، وقدمها ليها وهو بيقول: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. فتحتها ليلى، لقت فيها عقد دهب في فص ألماس صغير بيلمع مع نور الأوضة. العقد كان غالي وحلو، بس قلبها ما دقش زي زمان. ولما كريم ميل عشان يحضنها قدام العيال، حست بجسمه ناشف زي لوح الخشب، مفهوش أي دفى. لف دراعه حواليها بحركة ميكانيكية، وابتسم للكاميرا اللي بنتهم كانت رفعاها عشان تاخد صورة، لكن عينيه ما كانتش شايفاها أصلاً، كانت بتبص على حاجة تانية بعيد. ليلى حست ببرودة نشيت في جسمها وسط الدفى المتصنع ده. وبالليل بعد ما العيال ناموا والبيت هدي، قربت منه وهم نايمين وجواها أمل صغير. كانت خايفة، بس كان نفسها تفتكر ملامح الراجل اللي حبيته زمان. قربت منه بهدوء وحطت راسها على كتفه، لكنه عمل نفسه بيتتاوب وقال بصوت تعبان: أنا مرهق قوي من الشغل النهاردة. ومن غير أي كلمة زيادة لف وداها ظهره. بصت على موبايله اللي على الكومودينو، كان محطوط على وشه كأنه مخبي سر. في اللحظة دي وهي نايمة جنبه في الضلمة، ليلى حست بوخزة برد ووحدة صعبة قوي، واستوعبت إنها نايمة جنب راجل غريب. تاني يوم الصبح كانت بواقي الاحتفال لسه مرمية في كل مكان في البيت، زي ما تكون شاهد على فرحة ما كملتش. قعدت ليلى لوحدها في المطبخ، قدامها فنجان قهوة كان بارد خلاص، ما دقتش منه ولا بق. قلبها كان تقيل قوي بحاجة مش فاهماها، زي ما يكون في كدبة مستخبية. في لحظة يأس مسكت تليفونها كأنها بتتعلق في قشاية، وكلمت صاحبتها الأنتيم لطيفة. أول ما سمعت صوت لطيفة الحنين، كل الكبرياء اللي كانت شايلاه انهار، والكلام طلع منها زي السيل: لطيفة، أنا مش عارفة في إيه، حاسة إن كريم مش هو، مش شايفني حتى، حاسة إني بقيت هوا. صوتها كان مخنوق بالدموع، بتحكي عن بروده وعن الوحدة اللي عايشة فيها وهي في قلب بيتها. جالها صوت لطيفة ناعم وحنين كأنه بلسب على جرحة: يا حبيبتي يا روحي، أنا زعلانة إنك حاسة كده، بس صدقيني كل الرجالة بيعدوا بالفترة دي، ضغط الشغل بيموت الرومانسية وبيخليهم عاملين زي المكان. كل كلمة من لطيفة كانت بتقنع ليلى إنها هي اللي غلطانة. لطيفة فضلت ترسم الشبكة بتاعتها: اصبري عليه يا ليلى، حاولي تفهمي، الراجل عايز اللي تحتويه وتطبطب عليه، مش اللي تشتكيله، وساعات لازم تسيبيه لوحده شوية، خليه يرجع يشتاق لك تاني. قفلت ليلى المكالمة، وإحساس غريب مسيطر عليها: راحة عشان لقت سبب لبرود كريم، وذنب عشان شكت فيه وما قدرتش تفهمه. ليلى لامت نفسها إنها مش صبورة، وعدت نفسها إنها هتكون الزوجة اللي لطيفة نصحتها بيها، وهي مش عارفة إن كل نصيحة من دي كانت بتوسع الشرخ اللي في حيطة حياتها، وبتدي فرصة للحية إنها تدخل براحتها أكتر. وبعد أيام قليلة من المكالمة مع لطيفة، وبينما ليلى بتحاول تطبق نصايحها، تحاول تبقى متفهمة أكتر وما بتلحش عليه كتير، رمالها كريم قنبلة جديدة. كانت في المطبخ بتحضر العشاء، قال فجأة من غير ما يبصلها وهو ماسك موبايل. إيد ليلى وقفت مكانها وهي ماسكة السكينة، وحست بخيبة أمل فظيعة. الجبال، يا لهوي، ليه منجيش معاك؟ أنا والعيال هيحبوا يلعبوا هناك قوي، قالتها بصوت كله أمل. كان عندها أمل إن دي تبقى فرصة يصلحوا فيها اللي انكسر. بص لها أخيراً ونظرته كانت باردة، وقطع كلامها بجملة واحدة: يا ليلى ده شغل، ما ينفعش أخدكم معايا، هكون مشغول طول الوقت. كلمة لأ كانت قاطعة، كأنه بنى سور تلج بينهم. وجه الويك إند، بس كأنهم كانوا سنة مش مجرد يومين.
البيت كان هادي وكئيب من غيره، مع إن وجوده أصلاً ما كانش بيتدفي البيت. ليلى حاولت تتصل بيه يوم السبت كذا مرة، بس موبايله بيرن وما بيردش، وكل رنة كانت بتكبر الشك جواها، بس كانت بتقاوم وبتفتكر كلام لطيفة عن المساحة الشخصية. أخيراً يوم الأحد بالليل اتصل بيها، كان صوته بعيد وبارد. أهلاً ليلى، أنا كويس، بس الشبكة هنا وحشة قوي في الجبال، مش قادرة أتكلم كتير. وقبل ما يقفل دخل ودنها صوت واطي قوي، ضحكة ست، ضحكة مألوفة، بس عقلها المتلخبط ما قدرش يحدد دي ضحكة مين. الدم اتجمد في عروقها، بس بسرعة هزت راسها وقالت لنفسها إنها بتتوهم، وإن القلق خلاها تسمع حاجات مش موجودة. غمضت عينيها ودفنت جواها الإحساس الجديد ده، وتجاهلت السحابة السوداء اللي بدأت تتكون في سما حياتها. عدت الأيام تقيلة، وليلى حاولت تلون حياتها من تاني وتتجاهل الشك اللي كان بياكل في قلبها زي السوسة. جه عيد ميلاد آدم السابع، وكان زي واحد فرح صغيرة وسط صحراء الروتين الممل. عملت له حفلة بسيطة، عزمت فيها شوية قرايب وأصحاب من المدرسة، وطبعا كانت لطيفة موجودة بتمثل دور طنط الحنونة ببراعة. كانت لطيفة شايلة الهدايا وبتبوس في العيال، ووششت ليلى في ودنها بكلام كله دعم وحنة. ازيك النهاردة، شكلك حلو قوي. كلامها كان زي السكر بيخبي تحته مرارة السم. قدمت لطيفة هدية لآدم، آيباد قديم متغلف كويس، وقالت وهي مبتسمة: ده الآيباد بتاعي القديم، ما بقتش بستخدمه خلاص. ليلى شكرتها قوي وفرحت بكرم صاحبتها اللي دايما فاكرة ولادها. وبالليل بعد ما الضيوف مشيوا وكريم كان قاعد قدام التلفزيون ولا هو هنا، قعد آدم جنب مامته وتحمس يفتح ايداته. خدت ليلى الجهاز منه، وابتسامة باهتة على وشها، وداست على زرار التشغيل. أول ما الشاشة نورت حصل المشهد اللي هيغير كل حاجة. الجهاز ما كانش معمول له فورمات، وكان مفتوح على تطبيق الصور. مش بس كده، ده حساب الصور بتاع كريم على الكلاود كان مفتوح. شكله لطيفة كانت بتستخدم حسابه ونسيت تطلع منه. ليلى اتجمدت مكانها، صوابعها متجمدة على الشاشة، وقلبها كان بيدق جامد قوي كأنها داخلة حرب. الهدية اللي في إيديها ما كانتش آيباد، دي كانت صندوق بندورة اللي أول ما فتحته طلعت منه كل شياطين الدنيا. بدأت ليلى تقلب في الصور ببطء كأنها بتمشي في حقل ألغام. الصورة الأولى كريم في مطعم شيك بيضحك للكاميرا، مفيش حاجة غريبة. بس الصورة اللي بعدها كانت كف على وشها، نفس المطعم، نفس الترابيزة، بس متصورة من زاوية مختلفة، وفيها إيد ست ماسكة كاس ولابسة هويشة دهب، الهويشة اللي ليلى فاكرة إنها شافتها كتير في إيد لطيفة. اتوترت وبدأت تقلب في الصور زي المجنونة. الصور كانت بتجري قدامها زي شلال من النار، كل صورة كانت بتحرق بقى اللي فاضل من أمانها وطاقتها. هما مع بعض في العربية ولطيفة بتضحك بدلع، وهما في رحلة جبلية، أيوة نفس الرحلة، رحلة ورشة العمل الضرورية. واقف كريم قدام منظر طبيعي خلاب وحاطط إيده حوالين خصر لطيفة، وعلى وشه نظرة حب ولهفة، النظرة اللي ليلى اتحرمت منها من سنين. كل صورة كانت مسمار جديد بيدق في نعش حياتها اللي فاتت، حياة تانية كاملة مبنية على كذب وخيانة، وهي الوحيدة اللي كانت مغمضة عينيها. وكأن الصور ما كانتش كفاية، عينيها جت على تسجيل صوتي، ضغطت عليه وإيديها بتترعش. طلع صوت لطيفة، صوتها الحنين، بس المرة دي كان بينقط سم. كانت بتضحك وبتقول لكريم: ما تقلقش يا، قلت لها تصبر عليك وتديك مساحتك، دي بتصدق أي حاجة بقولها لها. في اللحظة دي كل حاجة اتجمدت. صوت صاحبة عمرها، كانت ضربة القاضية. الخيانة ما كانتش من جوزها بس، دي كانت طعنة من اللي كانت بتفضفض لها وتحكي لها وجعها. الصدمة مش كانت في اللي شافته، لكن في رد فعلهم، لا إنكار، لا اعتذار، ولا حتى محاولة تبرير، بس قبح الحقيقة وهي عريانة. بصوا لبعض، بصت شركاء في جريمة انكشفت، وبعدين رجعوا لبرودهم العادي. كريم خد خطوة ووقف جنب لطيفة، وبصوت ميت من أي مشاعر قال: لطيفة فهمني أكتر منك. الجملة دي كسرتها، بس الضربة القاضية جت من لطيفة نفسها. بصت في عينيها وابتسمت ابتسامة نصر، وقالت: سيبيه بسلام يا ليلى، أنا حامل في ابنه.
الدنيا وقعت فوق دماغها، الأرض اتشقت وبلعتها وقعت في سواد كبير. ما خسرتش بس جوزها، خسرت صاحبتها وبيتها، وخسرت 10 سنين من عمرها كانت عايشاهم في كدبة كبيرة. حست إن قلبها مات، بجد مات، وسابها جسد فاضي واقف وسط أنقاض كل حاجة كانت بتحبها. ما عيطتش، ما صرختش، بس لمت اللي فاضل من كرامتها ولفت وخرجت من الأوضة من غير ولا كلمة. طلعت على أوضة ولادها، حضرت شنطتين صغيرين وصحيتهم من النوم برقة متصنعة. يلا يا حبايبي هنروح عند جدو وتيتا. رجعت بيت أهلها عاملة زي الشبح، شايلة طفلين وجوه قلبها حفرة سودة بتبلع أي إحساس. وقعت في حضن أمها صامتة، مش قادرة تصرخ ولا حتى تعيط. الوجع كان أكبر من الدموع وأتقل من الكلام. بدأت رحلة العذاب الحقيقي، ليالي من الأرق، ذكريات مشوهة، ونهار بتقضيه وسط أسئلة آدم وسارة البريئة. ماما بابا مش هيرجع؟ ليه مش بيتصل بينا؟ وطنطا لطيفة كانت بتكذب عشان تحميهم من الحقيقة اللي أبشع من إن عقلهم الصغير يستوعبها. جت بعد كده إجراءات الطلاق، ورق ومحامين وبعد وبلودة. كريم اتحول لخصم، بيبعت المحامي بتاعه بعروض تهين وبيقول إن ده عشان سمعة العيال. كل ورقة، كل مكالمة كانت كأنها بتدفن بالحياة. كانت بتقعد ساعات طويلة في أوضتها القديمة تبص في الفراغ، حاسة إنها فقدت كل حاجة، هويتها كزوجة، ثقتها كصاحبة، وأمانها كإنسانة. بقت شايفة نفسها حطام، بقايا ست كانت تعرفها زمان ومش عارفة تبدأ منين. في يوم وهي بتقلب في حاجاتها القديمة، إيدها وقعت على كشكول قديم، جلده مهري وريحته زي زمان. كان كشكول وصفات مامتها الله يرحمها، مليان بخط إيدها الحلو وفيه إصرار الكحك والفطير اللي كانت بتحبهم زمان. في الأول قعدت تقلب فيه وبس، تشم الورق وتفتكر أيام الطفولة. بس بعدين الفراغ اللي جواها سحبها على المطبخ، فتحت على وصفة كيكة الليمون باللافندر وبدأت تشتغل. في الأول كانت بتعملها بآلية، لكن شوية شوية بدأت تستمتع. صوت ضرب البيض، ملمس العجين في إيدها، ريحة الزبدة وبشر الليمون، في حاجات صغيرة بس بدأت ترجعها للحياة تاني. لقيت إن الخبيز بيعالج وبيشغل إيديها وعقلها وقلبها. ريحة المخبوزات الطازة بقت تملى البيت كل يوم. باباها بدأ ياخد باله، كان بيبص عليها من بعيد وشايف اللمعة بترجع لعينيها تاني. وفي يوم وهم بيشربوا شاي وبياكلوا فطيرة تفاح، قال لها: يا بنتي دي مش فطيرة، دي قطعة فنية، انتي موهوبة زي مامتك، وسكرتيش تعملي مشروع؟ في الأول ليلى ترددت، الفكرة كانت أكبر منها، بس كلامه زرع جواها بذرة أمل. بدأت بخطوات صغيرة تخبز للجيران ولأصحاب العيلة، وكل طلبية وكل كلمة حلوة كانت نقطة مطر بتروي أرض روحها الناشفة. لأول مرة من شهور حست إنها بتعمل حاجة ليها هي، مش لحد، مش عشان ترضي حد، بس ليها. وريحة الكحك كانت ريحة الشتاء، بتطرد ريحة الخراب من حياتها. وصية مخبوزات ليلى بدأ ينتشر، مش بس الطعم، كان في روح بتوصل لكل واحد بيدوق، والناس حست بده. باباها فتح لها صفحة على السوشيال ميديا والطلبات بدأت تزيد. في يوم ست شيك دخلت كافيه صغير اسمه ركن الفيهوز، شايلة علبة من كيكة الجزر عشان تشارك بيها أصحابها. صاحبتها الكافيه نورة، ست في الأربعينات، عاقلة وهادية، داقت الكيكة وسكتت لحظة وسألت: مين اللي عامل التحفة دي؟ كانت اللحظة دي نقطة التحول. نورة ما قدرتش تتجاهل الطعم، سألت عنها وتواصلت معاها وقالت لها بكل حماس: أنا عندي كورنر فاضي في الكافيه، تحبي تعرضي حاجتك عندي باسمك؟ ليلى كانت مش مصدقة، الدنيا بتفتح لها باب بعد كل البيبان اللي اتقفلت في وشها. وافقت وخدت كورنر صغير، بس كان تأثيره كبير قوي، سمته من قلب ليلى. كانت بتحط في كل كيكة وكل بسكوتة وجعها وأملها وقوتها اللي بنتها من ولا حاجة. الناس بدأت تحس وتحب وتسأل. وفي يوم كانت قاعدة في الركن بتاعها بتحط كيكة الشوكولاتة في الفاترينة، دخلت عليها واحدة وشها مش غريب عليها، لطيفة. لطيفة اللي اختفت من حياتها من زمان بعد ما خدت منها كل حاجة. لطيفة وقفت مكانها متلجة، وشها من غير مكياج ولابسة عادي، يبين عليها التعب، واضح إنها مش هي بتاعت زمان.
قالت لها بصوت واطي: أنا. ليلى رفعت عينها بصت فيها، بس المرة دي عينيها كانت هادية وقوية. قالت لها بهدوء: تحبي تدوقي الكيك؟ طعمه فيه شفا. لطيفة سكتت وبصت حواليها وشافت اسم الركن من قلب ليلى، ورجعت خطوة لورا وقالت: أنا نستهلوش، وراحت ماشية. بس ليلى ما كانتش محتاجة منها حاجة، لا اعتذار ولا ندم، لأنها كبرت عن كل ده، بقت واحدة تانية، نضجت من الوجع وشافت النور في قلب الضلمة. وفي يوم تاني كريم ظهر بعد ما ساب لطيفة، كان واقف بره الركن، وشه شاحب وإيده ماسكة ورقة. ليلى، أنا آسف، أنا خسرتك وخسرت كل حاجة. قالت له: أنا هنا مش ببيع ندم، أنا ببيع حب وقوة طالعة من قلب الكسرة، ممكن تدوقها لو تحب. سابته وقف مكانه ودخلت تكمل شغلها. في آخر اليوم قفلت الركن وخدت نفس عميق وبصت في المراية اللي حطاها على باب الكافيه. شافت واحدة أحلى من أي وقت فات، مش عشان شكلها لكن عشان اللمعة اللي رجعت لعينيها. كانت بتبتسم، أيوة ليلى اللي قلبها اتكسر ورجعت بنته بإيديها تاني، من شوية تدقيق وسكر وبشر ليمون. قصة ليلى مش بس عن الخيانة، دي قصة ميلاد جديد، قصة ست اختارت تقوم من وسط الركام وتبني علامها بإيدها، كيكة ورا كيكة.